وانا بقلب على تويتر لقيت شويه عيال من الجين زي بيتريقوا على فيلم ذا جاد فازر. عيال التيك توك بيتريقوا على واحد من اعظم الافلام في التاريخ يا اخوانا. عيل بشخه يقول على الفيلم كده ممل عادي والناس بتدعمه. يخرب بيت النت اللي خلى شويه عيال تقول رايها في اي حاجه. حسيت ساعتها ان انا بتعرض السينمائي تاني احسن فيلم في التاريخ بيتقال عليه وحش. اسطوره المافيا واخراج كابولا وتمثيل العبقري الباتشينو وبراندو بيتقال عليه مش عاجبني، ممل. ما علينا، انا مش جاي احلل الفيلم ولا اعرفك هو ليه اعظم فيلم مافيا اتعمل في التاريخ ومن اعظم افلام الجريمه، لان في ناس عملت كده احسن مني 100 مره. انا جاي اتكلم عن الكواليس المرعبه للفيلم ده، ازاي الفيلم ده اتحارب من كل حته وكان هيدفن قبل ما يطلع لولا اصرار المخرج انه يتمسك برؤيته ويعمل واحد من اعظم الافلام في التاريخ. تعال نغوص جوه الكواليس ونشوف ازاي كوبولا عمل المستحيل، لو نطقت اسمه صح. بالمناسبه عادي يا معلم تقول عليه وحش وممل والكلام ده كله، انا بهزر يعني. هو مش عمي وعمك وان بيس، بس دي بس مقدمه حراقه كده ايه عشان اجر رجلك واشدك. بص، احنا هنرجع بالزمن شويه في اخر الستينات. هوليوود كانت في ازمه، الجمهور زهق من الافلام النظيفه والنجوم اللي وشهم منور كانهم جايين من اعلان شامبو. العالم عايز حاجه واقعيه، حاجه للبالغين، انك تدوس في الوحل، يكون في دم ومخدرات وشرف بيتباع بالرخيص. في اللحظه دي بيظهر راجل اسمه ماريو بوزو، راجل عليه ديون لرقبته وشغال بيكتب في المجلات النسائيه عشان يعيش. الراجل ده قام مره واحده وقال انا عايز اعمل فيلم عن المافيا الامريكيه، عن تاثير ايطاليا في حياه الجريمه في امريكا، ويكون في حاجه معقده كده وعميقه. كتب روايه اسمها ذا جاد فازر، والناس حرفيا انبهرت اول ما قروها. الروايه كانت عبقريه، غاصت قوي في حياه الجريمه في امريكا، حققت مبيعات مهوله. العالم كان محتاج ده، محتاج ساعتها ينغمس في عالم ما يعرفوش بس دايما بيخافوا منه، دايما حواليه اسطوره كده بتخليهم شايفينه اكنه حاجه كبيره. هنا بارامونت اشترت حقوق الرواية عشان تعمل منها فيلم، بس عندهم مشكلة، مين اللي هيخرج الكتاب ده؟ جابوا مخرج شاب اسمه فرانسيس فورد كوبولا، شاب مش معروف، شكله عنده ضغط نفسي من اول ما اتولد، الدنيا جاية عليه، دقنه كبيرة، عايش في فقر مضجع، معهوش فلوس بس عنده حتة ابداعية، دماغه تقيلة كده. قال لهم انا موافق اخرج الفيلم بس بشروطي. قالوا له خير يا زعيم. قال لهم انا عايز اعمل فيلم عن العيلة مش عن الجريمة. ردوا عليه وقالوا له هو انت داخل تعمل فيلم اجتماعي؟ احنا عايزين اكشن وضرب نار ومافيا وعصابات بتقتل بعضيها والجو ده، فكك من الهري اللي في دماغك ده. كوبولا صمم وهم على مضض وافقوا. كوبولا خد الروايه وقعد يعدل ويقطع ويلزق، واول قرار قال اخبطهم بيه في وشهم، انا عايز براندو يلعب دور الدون. هنا الاستوديو وقف. انت عايز مين؟ مارلين براندو؟ انت اتجننت؟ مارلين براندو ده اسوأ واحد ممكن اي حد يشتغل معاه، ما بيحفظ، بيرمي النص في وش المخرجين، اسلوبه وحش وصوته عالي وبيعمل مشاكل كتير جدا، بيتاخر في مواعيده ولسانه طويل، وكل الاستوديوهات ساعتها كانت بتكرهه من كتر الحوارات اللي بيعملها. بس كابولا اصر وقال لهم لو ما جبتوش براندو انا مش هخرج الفيلم. قالوا له انت فاكر نفسك مين؟ سكورسيزي؟ مدغور في 60 داهيه. ولكن بعد ضغط منهم وعشان استثمروا فلوس في الفيلم ده في الاول وافقوا، وبكده عدينا بصعوبه من اول ازمه كانت هتوقف انتاج الفيلم. تعال بقى نخش على واحده من اغرب تجارب الاداء او تجارب الكاستنج اللي ممكن تشوفها في حياتك. كوبولا كان مقتنع ان مفيش غير مارلين براندو هو اللي ينفع يعمل دور فيتو كورليوني، الشخصيه الرئيسيه في الفيلم ده. وعشان يقنعه بالموضوع ده حاول يعمل تيست كاميرا في بيته من غير ما يعرف ان ده تيست. راح له البيت، براندو لابس بيجامه وبيدخن سيجاره. كوبولا قال له انا عايزك تجرب كده شكل الشخصيه، تقرا كام جمله من السكريبت. الراجل قام بص لنفسه في المرايه، حط مناديل في بقه عشان يخلي خدوده مليانه زي اللي في الفيلم بالظبط، جاب جل شعر ولبس نفسه بدله سودا وقعد على الكرسي وقال بصوت واطي هادي كأنه قاعد في جنازة I am gonna make him an offer he can't refuse. دي جملة أيقونية جدا من أعظم الأفلام في التاريخ. الجملة بتاعته المشهورة اللي هي أنا هقدم له عرض مش هيقدر يرفضه. في اللحظة دي الكاميرا كانت بتصور. كوبولا خد الفيديو ورماه في وش المنتجين وقال لهم لو مش ده الدون يبقى انتوا ما تعرفوش يعني ايه مافيا، مفيش غيره يقدر يعمل شخصية معقدة وقوية زي دي. وطبعا وافقوا بس بشرط ما تدلوش فلوس كتير، ما يعملش
مشاكل اثناء التصوير، وطالما هو ما بيحبش يحفظ النص يكتبه على كارت ويلزقه في وشه لو حب، بس ما يعمل لناش ازعاج. براندو طبعا وافق، قال لهم ماشي بس انا مش هحفظ جمله، كل اللي هقوله لازم يبقى مكتوب حواليا. وفعلا تخيل كده في مشاهد كتير قوي في الفيلم اتعملت براندو كان قاعد بيمثل دور الشخصيه وبيقرا اللي هيقوله في المشهد من سكريبت ملزوق على الممثل اللي قدامه، يعني الكاميرا جايه عليه زي ما هي جايه عليا وانا بتكلم على اني الشخصيه وبقرا السكريبت على واحد قاعد ورا الكاميرا، فاهمني؟ بعد كده لما يجي دور الممثل اللي قدامه بيشيلوا السكريبت وبيكلم براندو، وهكذا. لو براندو والممثل الاثنين بيجتمعوا في مشهد واحد مع بعض بيكتبوا السكريبت بتاعه ورا الكاميرا خالص، واحد من العاملين بيشيله كده كانه يافطه وبراندو بيقرا منها. المشكله رغم انه بيبان اكنه واحد بيسمع مش حافظ، بس عمل اداء ايقوني، دور حرفيا كسر قلوب الناس، وكان واحد من اعظم الادوار في التاريخ. من اول مشهد ظهر فيه وهو بيحضر فرح بنته وواحد بيترجاه يساعده لحد مشهد موته وسط الزرع وهو بيلعب مع حفيده، اداء براندو كان كانه ابوك، بس ابوك لو كان ماسك مافيا وبيؤمر يقتل الناس وهو بيشرب قهوه، انت متعاطف معاه، بتحبه، شايفه شرير بس في نفس الوقت مش شرير تقليدي، معقد بما فيه الكفايه، وفي جوانب خلاص جواك تخليك تتعاطف معاه اكتر. وبكده عدينا من تاني ازمه، نخش بقى على اكبر ازمه كانت عامله رعب لطاقم العمل كله اثناء التصوير، وكانت بسببها هيتوقف الفيلم كذا مره. دلوقتي هحكي لك عن الجزء المسكوت عنه اللي كان ورا كل مشهد وكل كلمة في الفيلم، المافيا الإيطالية الحقيقية. أول ما المافيا الإيطالية سمعت إن الفيلم ده هيتعمل، بص عملوا إيه يا معلم؟ إحنا هنا بنتكلم عن ناس شايفين نفسهم أصحاب القصة ومش عاجبهم إن حد يحكيها من غير إذنهم. في الوقت اللي كوبولا كان بيكتب المشاهد وبيقفل الحوار وفيتو كوليوني كان بيتبني جملة جملة، كان في ناس قاعدين على القهاوي في بروكلين بيقولوا لبعض إيه ده؟ الفيلم ده عندنا؟ والناس دي ما كانوش جمهور عادي، دول رجال المافيا الإيطالية. من أول يوم بدأوا تصوير المافيا كانت متدخلة ومش عاجبها أي حاجة. أول حاجة اعترضوا عليها كلمة مافيا نفسها، صدق أو لا تصدق رجال المافيا رفضوا كلمة مافيا تتقال في الفيلم، قالوا بالنص إحنا عيلة شريفة بنشتغل شغل خاص، مش عايزين حد يشوه صورتنا أو يقول عننا كلمة سيئة قدام الكاميرا. لول، عيلة شريفة بتقتل وبتغسل فلوس وبتتاجر في المخدرات وبتهدد وبتخطف، كل ده عادي بالنسبة لهم، بس ما تقولوش علينا كلمة مافيا، دي كلمة مهينة بالنسبة لنا. الكلام ده طبعا وصل للمنتجين وهم بقى عايزين يعدوا الفيلم باقل خسائر، فوافقوا على مطالب منظمه حقيقيه اسمها ايطاليان امريكان سيفل رايتس ليج، او منظمه الحقوق المدنيه للمهاجرين الايطاليان الامريكان، واللي كان فيها رجال مافيا تقيله جدا زي جو كولومبو. طلبوا منهم 3 حاجات: شيلوا كلمه مافيا من النص، ما تصوروش مشاهد تشوه صوره الايطاليين، ثالث حاجه تمثلونا باحترام. طبعا المنتجين رضخوا للطلب ده وقالوا لهم تحت امرك يا باشا. تخيل ان كلمه مافيا ما اتقالتش ولا مره في الفيلم ده، ولا مره على لسان صحفي او شرطي في الفيلم، ولا حتى وهم بيتكلموا ما بينهم وبين بعضيهم. بس المفاجاه بقى واللي كان غريب جدا ان رغم كل التضييق اللي حصل ده، رجال المافيا بنفسهم ساعدوا في تصوير الفيلم. كان في ناس من العالم الحقيقي للجريمه جوه الكواليس بيدوا نصائح، بيراقبوا وبيهددوا لو حاجه ما عجبتهمش. جيمس اللي كان عامل دور سوني اخو الباتشينو في الفيلم قال لك انا رحت اقعد مع رجال مافيا حقيقيين عشان اعرف امشي واتكلم زيهم، اتعلمت منهم الايد بتتحرك ازاي والاهانه بتتقال ازاي والطاوله بتتقلب امتى وامتى تبين غضبك. واحد من رجال المافيا قال له ما تتحركش كتير، الراجل الحقيقي بيتكلم من غير ما يتهز، وقت الغضب بيخافوا من سكوته مش من صوته. الموضوع وصل لدرجه انهم سمحوا للتصوير يتم في شوارع بيملكوها، كانوا بيوقفوا شوارع عافيه على الشرطه عشان الناس تصور. انت متخيل قوتهم ونفوذهم؟ محدش كان يقدر يعترض. طبعا التساهيل والمعامله الحلوه دي كانت بشرط مفيش اي مشهد يسيء لصورتهم، والا كبدايه كده قرصه ودن مش هيبقى فيه تصوير ولا كاميرا تاني، هنكسر معدات التصوير، ولو قررتوها تاني هنهدد الطاقم العمل، ولو قررتوها تالت ممكن نخطف منكم كام واحد او نقتلكم. اهم حاجه ما تشوهوش صورتنا في الفيلم. يعني وانت بتتفرج كده يا معلم اعرف ان في لقطات كتير جدا اتصورت تحت رقابه المافيا، وفي جمل الراجل اللي ورا الكرسي الراس الكبيره ما كانش عايزها فاتشالت خالص من الفيلم.
عدينا من تالت ازمه بصعوبه، نخش بقى على الباتشينو. فاكر لما قلت لك ان الاستوديوهات كانت بتحاول تحط رجليها في كل تفصيله؟ ما اكتفوش برفض براندو في الاول، لا كانوا كمان ضد الباتشينو. المنتجين كانوا عايزين نجم، واحد زي روبرت ريدفورد، داستن هوفمان، اي واحد وشه مألوف الناس عارفاه وبيحبوه وبيظهر كتير جدا في الافلام والاعلانات. كوبولا قال لهم لا انا عايز الباتشينو. قالوا له مين يا عم؟ ده واد كئيب لسه صغير طوله متر ونص وهيطير حرفيا من اول طلقه او بوكس ياخده، ملوش الهيبه اللي تخليه زعيم مافيا. بس كوبولا شاف فيه حاجه محدش شافها، شاف في عيونه تحول، التحول اللي الراجل الهادي بيعيشه لما بيتحط في زاويه ويقرر يقلب الترابيزه على الكل. في اول اسبوع في التصوير الباتشينو كان عامل زي العيال الصغيره، حرفيا ما كانش في حد عايز يقعد جنبه، ما كانش في حد طايقه. الاستوديو كل شويه يروح للمخرج ويقولوا له اطردوه محدش عايزه. بس كوبولا كالعاده قفش في اللي هو شايفه وقال لهم استنوا بس لما نوصل لمشهد المطعم، ساعتها تفهموا انا كنت بشوف ايه. الباتشينو نفسه قال في لقاء قبل كده انه كان عايز يمشي من الفيلم من كتر الزعل وانه فقد الثقه في نفسه بعد اللي تعرض له من اهانات. بس كوبولا الوحيد اللي كان مؤمن بيه وقال له ما تقلقش انت هتعمل دور اسطوري هيغير كل حاجه. وبالفعل جه المشهد اللي غير قواعد اللعبه كلها وحط حرفيا الباتشينو على الخريطه كواحد من احسن المواهب الصاعده في تاريخ السينما. مشهد المطعم، مايكل اللي عمره ما قتل قاعد قدام عدوه واخد مسدس من الحمام، حاسس بقلق، العرق بيتصبب من جبينه، الدم بيغلي جواه، الكاميرا بتقرب منه بالبطيء، بنسمع صوت قطر حواليه وهو ساكت، وبعدين فجأة بوم، طلقة في الراس، طلقة في البطن، ورجع قاعد كأنه لسه شارب شاي، كأنه حرفيا ما قتلش حد، كأنه ما عملش حاجة. المشهد ده المنتجين كانوا حاضرينه ولما شافوه سقفوا وقالوا الواد ده هو اللي هيشيل الفيلم على ظهره. ومن هنا الباتشينو ما بقاش بس مايكل كورليوني، الباتشينو قدم لنا واحد من افضل اداءات التمثيل. لحظات التحول في السينما كان رمز للتحول البارد اللي يخوفك من غير ما يزعق. مشهد اسطوري اصبح علامه مسجله للاداء الهادي اللي مش محتاج زعيق، وفي نفس الوقت بيخليك تترعب وتحس بهيبه الشخصيه من غير كلمه. وبكده تعدي الازمه الرابعه في سلام. الجزء اللي جاي ده ما كانش جزء من الدراما، لا دي كانت حرب عصابات حقيقيه في الفيلم. كوبولا ما كانش بيصور فيلم، ده كان بيحارب جيش من الممثلين والمنتجين وممثلين صعبين جدا ومواعيد عماله تنهار قدام عينيه. الابداع كان بيتخنق بالفلوس كل يوم. اسمع دي كده، فرانسيس فورد كوبولا كان بيتشتم كل يوم في موقع التصوير، بيتشتم بجد يا اخوانا. مخرج بيقل منه، بيتهان قدام طاقم التصوير المسؤول عنهم وحاطط لسانه جوه بقه عشان بس تحفته الفنيه تخرج للنور. المنتجين مش واثقين فيه، بيقولوا له الفيلم بطيء، الاضاءه كئيبه، الناس عايزه اكشن يا عم كوبولا مش عايزين عزا. لدرجه انه حرفيا كان بيخرج يصور وبيرجع مكتبه بيلاقي جواب فصله مستنيه، بيهددوه بالفصل في كل لحظه. حرفيا كانوا مجهزين بديله، كان ممكن يطردوه في اي وقت، بس هو ماسك في رؤيته بسنانه. في مشهد مثلا لما سوني جيمس كان بيتقتل على الطريق، المشهد ده اتصور في 3 ايام وتكلف وقتها $100,000. ليه؟ عشان كوبولا كان عايز الطلقات تطلع من جسمه وهو بيتفجر كانه بيتقطع حته حته، وده حصل فعلا. ركبوا له شحنه متفجرات صغيره في هدومه، كل طلقه كانت بتنفجر لحظه بلحظه. مشهد دموي عنيف لكنه عبقري لانك بتحس بيه في كل عظمك، بتحس بالغدر والخيانه والدراميه اللي عاشتها الشخصيه دي في لحظاتها الاخيره. ده غير طبعا براندو، ممثل مغرور صعب التعامل معاه، كان بيطلع في التصوير متاخر، بيطلب الورق يتلزق على الحيطان حوالين الكاميرا، احيانا بيوقف المشهد عشان شعره مش عاجبه، ممكن اثناء التصوير يرخم ويقول انا مش عايز اكمل رغم انه عارف ان الكل معتمد عليه، بس هو كده مزاجي وعشوائي ومش بيفرق مع حد. وطبعا كوبولا اللي اختاره وعليه انه يستحمل التصرفات الطفوليه دي عشان الدنيا تمشي. بس الغريب رغم تصرفاتهم دي في الكواليس الا انهم كانوا كلهم مؤمنين باهميه الفيلم ده. لا كوبولا ولا الباتشينو ولا براندو كان بيحاول يعدي اليوم وخلاص، لا كانوا بيمثلوا فعلا بشغف. الباتشينو كان بيمثل لانه كان لسه مبتدئ وعايز يثبت نفسه، براندو مستحيل ممثل كبير في حجمه يخلي واحد زي الباتشينو يعلي عليه. حتى التصوير نفسه كوبولا كان
بيصر يصور كل حاجه في الاضاءه الطبيعيه او في اضاءه خافته جدا. الاستوديوهات قالوا له الناس مش هتشوف حاجه، قال لهم المهم يحسوا. تخيل نينو روتا اللي عمل الموسيقى التصويريه الاسطوريه للفيلم ده، موسيقى ايقونيه عايشه لغايه دلوقتي، موسيقى اشبه بموسيقى باتمان ذا دارك نايت وانترستيلر وانسبشن وموسيقى هانز زيمر كده. الاستوديوهات راحوا له قالوا له الموسيقى دي حزينه ومليانه نكد، شيلها. كانوا عايزين موسيقى تصويريه اسرع منها برتم اسرع تنفع لمشاهد الاكشن، بس كوبلا برضو ثبت في مكانه وقال لهم انتوا صرفتوا كتير قوي، لو شلتوا الموسيقى دي انا همشي. ولاول مره قدر يضغط عليهم ويخليهم يعملوا اللي هو عايزه، ومن هنا اللحن اللي خلى العالم كله يبكي فضل. كان في واحد بقى معلم اسمه روبرت ايفنز المنتج التنفيذي في بارامونت، وده كان عنده عقده من كوبلا، كان بيقول عنه بيصور الفيلم كانه بيعمل عزا مش فيلم مافيا. كان كل يوم يبعتوا له موظف من الاستوديو يقول له اسرع، غير، زود اكشن، قلل حوارات، وكوبلا بيرد انا مش بصور سباق حمير، انا بصور انهيار حضاره. ده غير طبعا ميزانيه الفيلم ده، الاستوديو كان متفق مع المخرج ان الفيلم ده هيتكلف 2 مليون ونص دولار، وخلي بالك دي ميزانيه قليله جدا حتى في زمانها، مش كبيره زي ما انت متخيل. ده فيلم كريم عبد العزيز الجديد هو احمد عز بتاع تركي آل الشيخ متكلف 4 مليون دولار. عيب يعني يتقال على جاد فازر ما يستاهلش اكتر من 2.5 مليون دولار. المهم مع التعديلات واعاده التصوير، مره الاستوديو غير السكريبت، مره المافيا اتغيروا، ومره براندو يغيره بمزاجه، بعديها يخش يقول لك انا مش عايز اكمل، والباتشينو يصيح ويقول لك انا ما حدش بيحبني ليه زي العيال الصغيره. كوبلا كل ده بيتنقل ما بينهم محتاس، مش عارف يسيطر على الدنيا، بيتعامل حرفيا في بيئه توكسيك، وبيحاول على قد ما يقدر انه يكمل. طبعا مع كل الهري ده ميزانيه الفيلم وصلت ل 6 مليون دولار، والاستوديو كان هيتجنن، كل يوم رسائل تهديد بالطرد الكوبلا، قله ادب وشتيمه، وهو مستحمل عشان رؤيته الابداعيه تطلع للنور. ده حتى روبرت دوفال اللي كان بيقوم بدور المحامي توم هيجن كان متضايق ان اسم براندو هيتحط قبل اسمه في التتر. مش عارف بصراحه ايه جو خالد النبوي ده، هي ناقصاك يا عم. تحس اقسم بالله ان كوبلا ما كانش مخرج فيلم، كان في حضانه، يروح لكل واحد يقول له بس يا بابا، بس يا حبيبي، مثل يا بابا وما تصحش كتير. قبل ما اقفل لك كواليس الفيلم ده، حابب ادخلك على اخر تلت ساعه فيه. مايكل كورليوني اللي طول الفيلم كان ساكت وبياخد ضربات، قرر انه يقفل اللعبه دي على مزاجه، بس بدل ما يقتلهم عمل مصيده فنيه نفسيه دمويه. الاب الروحي لطفل صغير لابس بدله شيك، وشه هادي، صوته ناعم، الراجل اللي المفروض تروح له عشان يبارك لك، وبنسمع القسيس بيقول له هل ترفض ابليس؟ هل ترفض الخطيئه؟ ومايكل بيقول بكل هدوء ارفض. في نفس اللحظه المونتاج بيقطع على رجاله وهم بيدخلوا بيوت اعدائه، بيركبوا كواتم وبيرموا طلقات، العيله المنافسه كلها بتتصفى، الدم بيتناثر في كل مكان، ومايكل بيقسم جوه الكنيسه انه بريء. المشهد ده درس في الرمزيه، وكان بايونير، حاجه كده حددت ملامح افلام المافيا اللي جت بعده. مشهد اسطوري ارسى قواعد اللعبه وحفر جوه الناس عقليه المافيا الايطاليه. الراجل اللي واقف في حضن الكنيسه هو نفسه اللي بيصدر اوامر بالقتل، هو نفسه اللي كذب قدام الكاهن، هو نفسه اللي انتصر في النهايه. كوبلا لما كتب المشهد ده قال انا مش عايز المشاهد يشوف حاجه مباشره، انا عايزه يحس بالتناقض اللي جوه شخصيه معقده زي مايكل كورليوني. انا عايز الناس تخرج من الفيلم تقول مايكل بقى وحش، بقى شرير، بس في نفس الوقت تبرر له، تقول هو اكيد عمل كده عشان عيلته، عشان يحافظ على عيلته وارث ابوه وينتقم لاخوه. ده الفيلم اللي بيقوله من اوله لاخره مفيش خير بيفضل للنهايه، ومفيش شر مطلق، في قرارات اتخذت عشان تحمي اللي وراك. الحياه مش ابيض واسود، هتلاقيها دايما رماديه. تعرف ان لما الفيلم اتعرض ده سنه 1972 الدنيا حرفيا اتقلبت يا معلم. الناس دخلت الفيلم ده كانت متوقعه تتفرج على فيلم جريمه عادي ومافيا، خرجت من الفيلم ده متاثره بالشخصيات لدرجه انها حفظت جمالهم وكانت بترددها. في ناس طلعت تبوس ايد ابوها وتقول له سامحني يا دون. الفيلم قعد رقم 1 في شباك التذاكر اكتر من 20 اسبوع، كسر الدنيا وكسر التوقعات وكسر دماغ هوليوود، كلف حوالي 6 مليون دولار وكسب حوالي 250 مليون في السبعينات. يعني بحسبه بسيطه جدا لو حسبت التضخم يعدي المليار ونص دلوقتي، داخل على 2 مليار. انت متخيل الرقم؟ رقم مجنون، يعدي اغلب افلام مارفل وافاتار مرتاح. ده غير انه كسب اوسكار افضل فيلم وافضل ممثل مارلين براندو، واللي بالمناسبه مارلون رفض يستلم الجايزه دي، كان راجل مجنون. بعت لهم ممثله هنديه امريكيه تطلع تقول قدام الكاميرا، براندو بيرفض الجايزه عشان اعتراضه على التعامل هوليوود مع الهنود الحمر. بعد الفيلم الباتشينو بقى نجم، كوبلا بقى مخرج
واحد مرعب، وبراندو اتحط تاني كواحد من افضل الممثلين في التاريخ بعد ما ناس كتير نسيته. طب ليه الفيلم ده فضل عايش لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي؟ لانه مش ببساطة بيحكي عن المافيا، بيحكي عنك، عن اختياراتك، عن اللحظة اللي بتحمي فيها اللي بتحبهم بس بتدفع تمن تقيل، على انك ممكن في لحظة واحدة بس، يوم سيء، تتحول لحد تاني خالص، وحش بالمعنى الحرفي للكلمة، وتبرر شرك ده وتصدق انك فعلا بتعمل الصح. الفيلم ده بيقولك باختصار مفيش حاجة اسمها شر مطلق، مفيش حاجة اسمها خير دايما، الناس رماديين زي ما فيهم الخير فيهم الشر. وبكده تنتهي قصة واحد من اعظم الافلام في تاريخ السينما، فيلم ذا جاد فازر. قول لي رايك في الكومنتات، كالعاده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو سريع على الانستا لو حبيت الفيديو، حابب المحتوى، وبيس.